السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة جديدة، هنعمل الزبادي. طريقة عمل الزبادي في البيت متماسك جدا اهو، وانا قلبي البرام اهوت ما وقعش. تابعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. هنعمله من غير لبن بودرة. علبة زبادي بلدي صبح لسه جايباها من السوبر ماركت، كيلو لبن. والبريمات اللي انا هعمل فيها الزبادي ممكن تحطي في كوبايه عادي. اول حاجه بقى هعملها، اجيب شفشق الخلاط، انا بحب اعمله في الخلاط، ممكن تعمليه من غير خلاط. هتجيبي شفشق الخلاط هتحطي فيها علبه الزبادي، بس كده، وتحطي اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهتروحي تضربيهم في الخلاط كويس جدا وتصبيهم في البرامات. انا هعمل الخطوه دي وارجع لكم. كده انا ضربت الزبادي مع اللبن كويس جدا اهو في الخلاط. هجيب بقى القوالب اللي هي البرامات. بتعرفي تصبي كده ماشي، مش بتعرفي ممكن تحطيه في شفشق وتصبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اكون انا محضره ميه مغليه عشان احط الميه مغليه، واكون قايده الفرن من فوق ومن تحت سخن جدا. كده اكون حطيت الزبادي في البرام وانا مقايده الفرن من فوق وتحت بسخنه جدا، وغليت ميه. هروح شايله كده واحده منهم واروح صبه ميه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واروح راجعاها تاني كده واغطي عليه طبق كبير. صينيه يعني على قدها، مع الكيس صينيه. انا بقى ايه، هحط الصينيه التانيه اللي هي الكبيره بتاعتي بس كده، وادخلها الفرن. واطفي الفرن وادخلها واسيبها ساعه ساعتين. ابص عليها الاقيها الزبادي مسك نفسه، وارجع لكم اول ما افتح الفرن ويكون الزبادي مسك نفسه، واقول لكم خدت ايه وقت ايه بالظبط. دلوقتي اهو طلعت الزبادي من الفرن، سبته بالظبط ساعتين. بصيت عليه لقيته تماسك اهو، نشوفه مع بعض. دي ميه عادي بتبقى في الزبادي اهو، حتى لقيته تماسك. هدخله بقى التلاجة يتماسك اكتر. الزبادي شايفينه مع بعض اهو، ما وقعش خالص. هدخله التلاجة يمسك شويه وارجع لكم. عايزه اقول لكم بس على نقطه، انا اللبن انا غلياه وسبته يبرد تماما، واول ما برد رحت انا حطيت الزبادي في الخلاط وحطيت الكيلو لبن، وما حطيتش لبن بودره ولا اي حاجه عشان يتماسك كده. انا حطيت اللبن مع الزبادي قدامكم، ما حطيتش لبن بودره خالص. تمام اهو. هدخله التلاجة عشان يتماسك اكتر واوريهولكم. هو متماسك بس عشان ايه، هو لسه دافي شويه. كده طلعت الزبادي من التلاجة، عايزه اوريهولكم. متماسك خالص اهو اهو اهو. قلبته على وشه ما وقعش. اهو الزبادي من جوه متماسك جدا الزبادي، وبطريقه سهله جدا. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. يا ريت الفيديو يكون عجبكم. وكانت معكم ايمان هلال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.